السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ النهارده كده هنعمل المحشي ورق العنب باللحمه. هو طبعا مش موسم ورق العنب، ولكن اللي مخزن ورق العنب ومتابعني ومخزين ورق العنب زي كده هيقدر يعمل طول السنه محشي في اي عزومه في اي وقت في منتهى الجمال كده. وازاي اللحمه تطلع معاكي دايبه كده مع المحشي؟ تابعوني هقول لكم كده كل التفاصيل والتركات. اول حاجه ببدا ان انا هعمل المحشي زيت كده سخن كده وكميه حلوه كده. وبدات حطيت بشرت بصل كده وبدات حطيته كده زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اقلب. على فكره لما بتبقي عامله محشي او كميه وتعملي في الكبه كده بالشكل ده بتفرم لك البصل وتخليها حلوه قوي، خصوصا لو انت هتعملي كميه حاجات تاني هتتبلي وكده. انا كنت عامله معاها فراخ ومتبلاها، وفي نفس الوقت برضو اللحمة تبلتها. وحطيت كده كمان في قرن فلفل كده اخضر مبشور كده، وعايزة تحطي بقى احمر كده شطة حطيه بدل الاحمر، هيديكي شطشطة كده جامدة للمحشي. وبدأت حطيت كزبرة وكمون معلقة كده من كل حاجة، وفلفل اسمر وبهارات لحمة والملح الابيض طبعا، وكل حاجة مظبطة كده تمام. وبدأت اقلبها لحد ما البصلة لونها كده بقى بني كده يعني ذهبي. وحطيت الصلصه بس كده، مش هنحط اكتر من كده. تقدري تحطي شطه بودر ناشفه احتياطي لو انت حابه كده تمام. الخضره بقى كزبره وبقدونس، دول اللي بحب احطهم على المحشي. وغسلتها وقطعتها كده زي ما انتم شايفين. بحط الرز الاول وبحط الخضره، لان الخضره دلوقتي بصراحه يعني كمياتها صغيره جدا في الصيف فبتبقى قليله، لو في الشتاء حطي خضره زي ما انت عايزه. فبدأت كده. ده محشي ورق العنب، ده ورق العنب اللي كنت مفرزاه معاكم في الفريزر، رصيته كده فوق بعضه وشيلته اخضر زي ما هو كده في الفريزر. بيبدأ كده بطلعه بسلقه بيكون كده بالجمال ده، حتى العروق بتاعته موجودة زي ما هي كده. وهنبدأ كده اللحمة زي ما انت شايفاها. انا كنت جايبة شرايح من اللحمة زي البفتيك كده او من وش الفخدة، هي مش رقيقة زي البفتيك ولكن آه يعني ايه سمكها مليان شوية. وكنت متبلاها بالبصل المبشور والملح والفلفل الاسمر وبهارات اللحمه فقط، وسبتها كده ساعه ساعتين كده مع نفسها. وجيت خدتها صدمه على كل جنب كده بمعلقه زبده على طاسه كده تيفال. اول ما خدت اللون البني الجميل ده، جيت في الحله رصيت شويه بصل مقطعاه كده حلقات او جوانح في قعر الحله، ورصيت فوقيه اللحمه كده زي ما انتم شايفين، والصوص اللي بينزل منها صوص حطيته على حله المحشي كمان لما حشيتها كده. وبدات حشيت المحشي ولفيته كده، وهبدا ارصه داير داير كده زي ما انتم شايفين. بجد بقى هبدا ارص كله كده. كانت حلوه قوي. وطبعا الرز اهو بتاع المحشي هوريه لكم برضو اللي انا عملته. بصوا سبته خالص بالصلصه لما نشف كده وبقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وهبدأ ان انا خلاص رصيت الحلة كلها وهبدأ احشيها. كنت عاملة كمان معاها شوية محشي ورق العنب كده، كرنباية صغيرة كده كنت عاملاها معاها برضو بالرز. نلاحظوا ان الرز كتير، ده هو نص كيلو مثلا ورق العنب، الرز مش كتير ولا حاجة. بس هبدأ ان انا ايه خلاص هخلص كل الكمية كده وهحشيها وهرصها زي ما هتشوفوها كده معايا بالظبط. ماشي. ما تنسيش ان الصدمة اللي انت هتاخديها على اللحمة ديت هتقللي مدة التسوية خالص خالص، هتقللي مدتها تماما. ساعة ما هتحطي المحشي وتسقي الشوربة هيستوي اللحمة مع المحشي وبتبقى جميلة ودايبة، وهي بصراحة تحفة. مش محتاجة كمان ان انت تسقي المحشي بشوربة، لان هو اللحمة هتنزل الصوص بتاعها. وادي اللحمه اهي والمحشي بعد ما استوى وغرفت. وده محشي الكرنب اللي قلت لكم عليه في الاول، طريقته سهله، بتستوي الكرنب معروفه وبتحشي نفس خلطه المحشي. وده ورق العنب اللي انا خزنته، مفيش ورق عنب دلوقتي في السوق، ده متخزن. شوفوا طريقتي عامله على القناه اكتر من فيديو لتخزين ورق العنب، كلهم احلى من بعض بجد. ده كان سهل، مخزناه كده رصاه فوق بعضه في الفريزر وكان حلو قوي. واللحمه زي ما انتم شايفين كانت جميله ودايبه. ولو ما عندكيش شوربه اسقي بميه مغليه ومعلقه صلصه ومكعب مرقه وقضي دنيتك كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات الجديده توصل لكم.